ودي يلا الدنيا ولا على 20,000 دولار. ودي 25,000. ودي وزعل 27,000 ولسه احنا في شهر 10 زحلق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ من كله زي الفل، كله 100 100. هنلعب النهارده لعبه اسمها ايه؟ تورمويل. التورمويل ده عباره عن ايه؟ انت شغال فاتح برميل البترول يا سيدي على الدغري، ماشي؟ بتعمل ايه؟ انت تختار كاركتر من دول، ماشي؟ فانا اختار الراجل اللي هو اسمه جوشوا، ده عاجبني بشنبه ده بصراحه. فالمهم احنا ايه، عدينا الحته الاولانيه اللي هي التوتوريال ديت. انا واحده واحده بقى واحنا بنلعب افهمك الدنيا رايحه فين وجايه منين. دي اول انت هنا ايه، ده الكاركتر بتاعنا اللي احنا عملناه، ودولت الكاركترات التانية معانا 3. احنا المفروض ان احنا بننافسهم، فاهم انت ازاي؟ هو في الاول هيحط كل واحد فينا في منطقه ارض، كل واحد فينا يروح ايه يحنكش فيها وكل واحد فينا معانا فوق اهوت 20,000 جنيه. انا اللي على الشمال اللي هو جوشوا ده، جميل. نروح بقى نقول له دج، ماشي؟ الدجات بتدفع فيها ايه؟ 2000 دولار. كلام جميل. بص بقى يا ريس، هننزل بالراجل الحلو ده، ننزل ب2. كلام جميل. اول ما يصفر لك فاعرف ان انت جالك الايه البترول على طول. كلام جميل. واحد منهم صفر هنا اهوت، فراشين الرج كده. اوه 2 صفروا، تمام. ننزل كمان لتحت بس بحاول امشي زجزاج اهو، بس كده لقينا واحد. كلام جميل. نجيب عربيتين حلوين عشان يبداوا يمشوا الدنيا، وده نحطه هنا. فاحنا مش هنبيع دلوقتي. انت لو بصيت هنا على الشمال اهوت، دي شركه من الشركات بتقول لك انت سعر البترول دلوقتي اللتر بالدولار. كلام جميل. فانت تتقل لما تعلى معاك شويه، تتقل تقوم بايع، فاهم كده؟ انا هبعت العربيات ايه عشان تبيع، وانا هننزل كده واحده واحده، شوف الدنيا فيها ايه. ايوه اهي وصلت. نايس، حلو كده. انت شكرا. انت عندك بقى حاجتين، ممكن انت تجيب واحد من ده، بس دلوقتي المفروض اصلا نبيع، لان اسمه ايه الزفت ده ب$1.50 منص، فاهم انت ازاي؟ فاستحسن انت تبيع اصلا دلوقتي. احنا هنا نقدم بقى الوقت، فاهم، عشان نشوف هنبيع قد ايه، فاهم انت ازاي؟ كده كل ما تحنكش الدنيا ماشيه في اللزوزه يعني. ايه الوقت اللي انتهي، وهنا بقى بيكشف لك الايه. شوف هنا كان في قد ايه وهنا في قد ايه، يعني سبحان الله. مفيش مشاكل. بص يا سيدي، انت في نهايه الفتره اللي انت قعدتها كذا شهر دولت، انت كسبت 3600 وصرفت 2500، فانت اللي كسبته اللي هو البروفيت 1000 ايه 1100 او 2100. ابعت. انا اكتر واحد كسبان وسط الناس اللي كانوا معانا 1100 جنيه حلوين. كلام محترم وزي الفل. هو هنا بقى مع كل تطويره، قصدي مع كل ليفل بيجي لك زي تطويرات. فنخش على الفاكتوري. هو هنا بيقول لك ايه بقى، واحد حاجه، فاهم؟ ده بيقول لك ان انت بتكبر الكباسيتي بتاعت البايب اللي هي الماسوره، فبيوسعها اكتر عشان تجيب لك ايه بترول اسرع، فاهم؟ وده السايز بتاع الايه اللي اسمه ايه السيلو ده، اللي هو خزان، نعتبره خزان البترول يعني. والتايمر ده لما مثلا ما يكونش في عربيات كتير رايحه جايه بتاخد البترول، فزي ما تقول ايه البايب بيتضغط، وده الوقت اللي لحد اخره تبدا بقى بتاع تفجر بنزين، يعني تفرتك البنزين يعني. فافضل حاجه ان احنا نشتري دي جميله بصراحه، ان انت تكبر الايه الوسع بتاع الحنكش. ماشي. لاند ايوكيشن ماشي. ده هنا بقى تروح عند الراجل الجميل ده الميور، وكل هيقول لك ايه، كل واحد فيكم عايز يقف على حته، فاهم انت ازاي؟ وليكن يعني هي حته عشوائيه كلها ما فيهاش اي فرق. انا هقف هنا مثلا، انا قلت انا هاخد هنا، ماشي؟ كل واحد يروح في حته ويبدا يتعامل بقى، فاهم انت ازاي؟ دول اشتروا حاجتين وانا اشتريت حاجه واحده بس، مفيش مشاكل. بس هم اعتقد ان احنا المفروض نشتري برضه ايه، نكبر السايز ولا التايمر. يلا مفيش مشاكل، هنكبر السايز. ودي وزحلق، يلعب يا نجم. دفعنا طبعا 2000 ماشي. دي كده نبعت 2 يستكشفوا الدنيا. كل ده بتدوروا حلو. واحد لقى ننزل له هنا اهو. كلام جميل. ونبدا نحفر بشكل عمودي، افضل حاجه عشان ايه تستكشف الكلام في ايه. قبل شويه. ايوه اهو، بس شفت هو باين لك هنا اهو. ايوه انزل هنا بقى بس عسل. هو هيبدا يشتغل. احنا ننزل اللي هي العربيات على طول، عربيتين 3 عربيات، مفيش مشاكل. نحط له خزان لان دلوقتي السعر اصلا مخربق، فاهم انت؟ فايه نخزن كل ده، خزن، ما تبيعش حاجه دلوقتي خالص، ماشي؟ في عندنا هنا يمين وشمال شركه وشركه، والتاني لا حلو فشخ. ده لما يلاقي كده الكلام يحلو. فاحنا ممكن نروح هنا نبيع بعربيه ونخلي عربيتين يخزنوا، عشان بس نجيب شويه فلوس كده نحفر بيهم لايه لحد تحت، لان احنا هنا ما عندناش فلوس كتيره.
الفاتوره دي بيقول لك عشان تتوسع محتاجه 132 دولار. بص لما اضغط عليها بص وسعت، فاهم انت ازاي؟ فانت لما توسع الحته دي بالاضافه الحته دي تلاقي الضغط بتاع الماسوره عالي فيجيب لك بترول اكتر، فاهم انت؟ فدي حاجه جامده فشخ يعني. ايوه ابعت حلو موت. شغل هات لي كمان واحده هنا فيديو من هنا عسل. والله بجريد ب 100 دولار. يلا والله ما انا مزعلك. في الفتره دي ده الشركه اللي على الشمال بدات تغلي السعر، فدي حاجه حلوه. فنتقل مثلا ما تجيب دولار ونص كده وايه ونبدا نبيع على طول بقى. وهنا الفتره بتاعتنا هتخلص يوم 30 جون اللي هو 30 6 يعتبر. ماشي فقدامنا 3 اشهر، فيعني لسه قدامنا شويه وقت. ماشي دي بقى كمان عربيتين 3 عربيات. ماشي يا باشا خليهم الباقي كله. حلو كده انت هتبيع بقى كل الدنيا كل اللي عندك بسرعه للشركه اللي هي اللي على الشمال دي. خلي كله يبيع. عندنا 9 عربيات. السعر بدأ لحد ما ايه يقل، فاهم؟ بيقل تدريجيا بس احنا حلوين. احنا مفيش عندنا اي مشاكل. هنا البنزين ايه ده؟ قصدي الايه الحنكش منكش خلص، فاحنا عايزين نمد لتحت شويه كمان. شوف مثلا فينا او ممكن احنا ننزل اصلا واحد ده يدور لنا، واحد هنا واحد هنا مثلا، بس اعتقد الوقت قرب يخلص اساسا. اي واحد صفر هنصفر دلوقتي. لا فاكس عشان انزل عمود يشوف الحظ الفقر مفيش مشاكل. ده برضه يبدأ يجيب بس كده خلاص بقى يعني انت فاهم. خلاص هنخلص. ده احنا لو كنا نزلنا تحت الراجل ده بص فيه قد ايه يا لهوي. بس نايس. بص يا ريس صرفنا 5400 وكنا 7000 جنيه كسبينهم وقتي. اكيد انا اعلى واحد عداري ودي. عاش يلا بسول يلا. ده ادوارد ده بتاع مين؟ بتاع الورشه. بيقول لك ايه بقى في الورشه دي؟ الحاجات دي بتاعت الراجل اللي هو الدوزر اللي هو بيستكشف لك في البدايه. الراجل هو بيصفر لك عرف لك فين مكان البترول، فانت ممكن تزود مثلا الدبس العمق بتاعه او السرعه في اكتشاف الايه الحناكش مناكش، او المول ده زي ما تقول حفار بينزل يحفر يعرف لك مكان الحنكش منكش فين. فاعتقد ان السبيد اهم لان لما الاقيها اسرع هيبقى احسن لينا، فاهمني؟ بيقول لك كل ما الرقم يزيد. طب احنا كنا واخدين فين بقى يا نجم؟ دي بتاعتي حلو. فاحنا نخش على اللي جنبيها مثلا. بيقول لك كل ما الرقم ده يزيد تلاقي الدنيا هنا احلى، فاهم؟ فكله راح يمتها هناك كده، كله عامل نفس الحاجه. عسل. مع ان انا مزود عليهم الراجل اللي هو الباوزر ده مش عارف اسمه ايه. معناش 2000 جنيه. وشوف دي غلطه مني بقى. كده هنحتاج ناخد لون 500 دولار ماشي عشان نعرف نروح ايه نشتغل. يلا يا باشا ليتس جو بيبي. جميل. نجيب لنا واحد من الدوزرين ماشي حلو. واحد لا هنا نزل واحفر على تحت، والتاني هنا لا برضه نزل واحفر على تحت على طول. بس نايس حلو موت. قول للتاني لا سلكه يا باشا سلكه. نزل بقى عربيات على طول وخزن. ما تبيعش حاجه دلوقتي لان السعر اصلا في السنكافولي خالص، ولسه السعر اصلا رايح في الشلاحه. ايه ده نص دولار وربع دولار. نجيب لنا كمان كتر عربيات مش هتقول لك لا. زاد عن الدولار. كل ما يزيد عن الدولار فانت كده ايه حلو قوي. ما تروحش هنا. لا الحق ده بتجيب بدولار و7 من 10 قصدي 17. دي بقت احلى. بيع هنا يا معلم. مين اللي بيصفر؟ واحد منهم صفر. طب نيجي كده طب شويه. ايوه بس عسل. وسع مفيش مشاكل. وسع اخر حته عشان نشفط بنزين على طول. وكتر لي بقى عربيات. انا الفتره بتخلص برضه 30 جون. حلو مفيش مشاكل. طيب هدي اللعبه بقى وابدا اخزن. خد بقى نبيع شويه هنا كده عشان الدنيا ايه هتملى مننا. نبيع شويه ونخزن شويه عشان الدنيا تبقى شغاله عندنا ما تقفش. بقى اخر شهر. طب ايه ما مفيش تاني يا نجم. الدنيا عطلانه. الو حي الوقت خلص اصلا. هي بقى بيع اي حاجه كده اصلا خلصت. يا ريتني ما عملتش شويه الحاجات اللي فاتت دي كان زماني مشيت ب 11000 دولار. ايه العبط ده؟ بس يلا عاش. كسبنا ب 6100 ايه حنكش منكش مفيش اي مشاكل. انا برضو اعلى واحد. نايس فشوخ كلام زي الفل. بقول لك انا راينر انا الترينر ومش عارف ايه. طب نبص على الراينر ده بيعمل ايه بقى؟ عمك راينر ده كل شغلته ان هو بيهتم بالايه بالاحصنه عندك، فاهم انت ازاي؟ فده الكاونتر ده ملوش اي 30 لازمه. بيقول لك انت عندك كام عربيه ملهاش لازمه. طب انت لما بيبيع لي الشركه بيكتب لك فوق عداد بتبيع كام عربيه يعني بتبيع. وده تشيل قد ايه مثلا. تشيل قد ايه. وديت احنا المفروض الماكسيموم بتاعنا 15. لما تشتري ديت تجيب اكتر ماشي. لا حاليا احنا مش محتاجين من ده اي حاجه. ممكن نبص على الفاكتوري هنا لو معانا. لا مش معانا.
ده ممكن يدينا اللون. لا احنا مش عايزين اي حاجه. الدبس بقى دي لازم نجيبها للجدع اللي هو الحنكش منكش بتاعنا ده. هندفع بس هناخد قرض. بس هنعمل ايه؟ لازم ناخد القرض ولازم نعمل حنكش منكش. هات يا باشا الاول القرض بعد اذنك. لازم، ما هي الدنيا كده ماشيه رايحه جايه. يخرب بيت ابوكم. حلو، نشوف بقى حته ارض نلعب. ده احنا هنحتاج اصلا، ده مفيش فلوس خالص يا نهار ازرق، ده نسيت الحوار ده. هنا احسن اماكن ممكن نعمل منها، فناخد الحته دي ماشي. وده كل واحد شوف اللي بيحط حته على حته فهو زي ما تقول ايه، هي مزاد. اللي بيحط فلوس اكثر على قطعه الارض دي هو اللي بيروح ياخدها. فدي اصلا كانت ب 2000 جنيه، فانا هحتاج كمان 2000 جنيه. يا نهار ازرق على الفلوس اللي عمال اخدها. يا لهوي. بقول لك انت كده هتاخد قرض ب 3500 دولار مش عارف ايه. لو انت ما عرفتش تسد في خلال 3 سنين انت كده خسرت يا باشا. عادي نسدهم لك على طول الجيم الجاي. انت عبيط ولا ايه؟ العب. دي احنا شفت الريسك بقى. مفيش مشكله، تنزل 2 داوزرز. احنا بقى خلينا لكم الدبس بتاعكم لحد تحت، خلي عندكم دم واكتشفوا لنا على طول. يلا حد يصفر يا ولاد. ابعت انزل تحت كده على طول، وانت انزل تحت على طول بس مش قوي. وده لا خلاص. بنجيب هنا عربيتين، نجيب كمان عربيه. لقينا نايس فشوخه. هات ده عربيه بقى، مفيش هنا فلوس اصلا. عربيات، هات عربيات بيع زي ما انت، مفيش مشاكل. هات عربيات تاني وسرع. اللي بعده على طول خليك يبيع في الشركه دي. واحد صفر، 2 صفاره في نفس ذات الوقت. لا نتقل شويه. انزل يا باشا احفر لحد تحت كمان. لا بيع في الشركه دي بقى، الشركه دي سعرها اقل خالص. نكبر الماسوره ديت، نكبر المواسير دي كلها برضو عشان ايه نشفط اكتر ونجيب بقى عربيات ياما. خلاص السعر دولار وربع. حلو، دولار وربع مفيش مشاكل. السعر بدأ يقل، اول ما يقل عن دولار ماشي ابدأ انا ايه اركن بقى شوية، ابدأ اخزن. بيع بس، عايزين عربيات. خد بس خد مش مستاهل يا نجم. هاتلك كمان واحد من ده كده، هاتلك عربيات اكتر. عايزين عربيات يا ولد. مينفعش عربيات اصلا. اوه تمام. طيب خزن بس. هتخزن كتير. خزن هنخزن. طب انا كنتش واخد بالي ان السعر اصلا هنا مستخبي، فاهم؟ السعر هنا كان مستخبي يعني هنا، فاهم انت ازاي؟ لسه واخد بالي دلوقتي والله ان الكاميرا كانت مخبيه الحته دي. فبليز سامحوني. هنا يعتبر خلصنا كل البنزين اللي في اللعبه. حلو فشخ. حلو يعني زي الفل. نايس. خدنا 13. مش مشكلة دي الغرامة. مش عارف الغرامة بتاعت ماشي ان احنا اظن انا خرقت التوقعات. ودي 13000 دولار تمام. ده بيقولك انت بتدفع له فلوس وهيقلل لك الحنكش مناكش. انا ما عنديش مشكلة. مش عارف هو هيقلل ايه بس ما فيش مشاكل يعني. عايزين نجيب المول ده بقى اللي هو بيعرف لك مكان الحنكش منكش فين والبنزين فين بالظبط. ده هيبقى رايق. تعالى بس نشوف حتة ارض الاول ناخدها. خلينا في هذه المنطقة برضه. هاخد انا الحتة دي ماشي. محدش جه عليا. بص بيعلوا على بعض فلازم تدفع اكتر. بس نايس. العب. نزل لنا 2 ماشي. وده برضه بينزل. طب تعال نجربه مش عارف بيعمل ايه. ده بينزل يحفر في اي حته والله رايق. اوه الاتنين. لا وننزل واحد هنا وواحد هنا وانزل بيه على تحت على طول. نجيب عربيه بس ايه لا مؤاخذه في اللفظ، هي غنانه ليه كده؟ طب شوف البيض مفيش هنا مسار ينفع اجيب منه. لا اله الا الله. بيع يا عم هنا. حظ قذر لو انت عديتها ماشي. ما علينا. ندور عشان يكشفوا لو في اماكن تانية حاليا يعني. وسع لي ده. ده برضه لا بس مش وقت. مفيش مشاكل. برضه نبيع زي ما احنا في هذه الشركة. ننزل تحت. عايزين عربية كمان هنا عشان ايه الدنيا تبدأ تخربش خالص. بيع. السعر بدأ هنا اللي يزيد اكتر. حط عربية هنا تاخد. مفيش اي مشكلة. هنا كده عبد الاول. مع ان السعر رايق فشخ. دولار وربع حاليا. ده حلو اوي. لا ابدأ بيع في الشركة دي كده ماشي. الشركة دي مولعة الدنيا. دولار وربع. ماشي هنا مسار حلو فشخ. يلا شغل الشغل بقى ونسرع. حلو. عايز اشيل ده مكانه عشان عايز احط ده. طيب احط في اي حته بقى. انا فهمت. وامشي مثلا في الاتجاه. يا لهوي ده حظ زباله ان هو جابه هنا اصلا. بس ما علينا. كده الشركات كلها ضعفت. يبقى نقلل ونخزن بقى. طالما السعر بقى خرمنتيش كده.
هنا البير ده الصراحه النبي شغال من البدايه، ده شكله اكس الاكس يعني. حلو موت. الدنيا 100 فل 14. ممكن كمان واحد يمكن نلاقي، لان لسه بدري، احنا لسه في شهر كام؟ شهر 7 ولسه تخلص في 12، فالمفروض ان الدنيا تبقى فرتكه يمين وشمال. واحد لقى في اللي بيصفر هنا. يوه، طب دي انا جايلها ازاي دي؟ محتاجة حفرة الأوزاعية دي. طيب أنا هحفر هنا كده لحد هنا بالظبط. حلو، لقينا في السكة دي كلها. نايس نايس. هنا ممكن نعمل كده تمام، وده نعمل كده. اوعى ده احنا بنعمل حرنكشات بنت لذينة من تحت الأرض. ودي نقدم الوقت شوية. خلاص نهدي بقى، منبيعش خالص. أنا كنت ببيع بسنت واحد، ده نهبل مع إني مخدتش بالي أقسم بالله. حلو، نكبر المسار ده، نكبر المسار ده. تمام، لسه تمام كده كله كبر، المسارات كلها كبرت. نكبر زي هنا. بيع بقى، بيع هنا خالص. هنا $1 وربع وسرع. ودي يلا الدنيا والعلى $20,000. ودي 25,000. ودي وزعل 27,000. ولسه احنا في شهر 10 زحلق. مفيش غير ديت اللي شغاله بس. يا لهوي، ده احنا بنحلب البتاع. بيع هنا بيع هنا ويسرع. ودي نايس جميل. بص ما سبتش حته، زقفوله. $27,000. ودي على النعمه. ودي يلا اعلى واحد فيهم. اعتقد ان احنا كده عملنا شويه دولارات طرش كرنطنش. كان معاكم لا لسه كان معاكم ايه. لو اللعبه دي بقى عجبتكم، هي طبعا لسه فيها تطورات اكتر، مش عارف بتجيب ايه، وبتكبر طبعا والحصانه بتجيب حصانه مش عارف ايه، وعربيات ايه تحمل، الدنيا جامده. فلسه فيها تطورات طبعا، كل ما بتلعب بتطور حاجات. فلو عجبتكم قول، وانا هعطول جزء تاني ونكمل بقى نشوف الدنيا فيها ايه. كان معاكم مقدمكم باسطول السفاح من هم احدى محلات الكشري اللعينه. السلام عليكم.